انا بعيد، ناس صايمه، انت راجل كافر وفاضي، انا بعيد. امشي. طب سيجارة، مجرد سيجارة في ايد شاب واقف في حاله قدام نادي اتحاد الشرطة بالعباسية كانت كفيلة انها تطلع اسوأ ما في النفوس. خناقة شوارع، ردح، سب الام، واتهامات بالكفر، وكل ده ليه؟ عشان احنا في رمضان. المشهد اللي شفتوه مش مجرد موقف عابر، ده مرض الوصاية اللي لسه معشش في دماغ الناس اللي فاكرين انهم مناديب ربنا على الارض. تعالوا نركز في التناقض العجيب. واحد صايم، يعني المفروض لسانه وجوارحه في حالة عبادة، فجأة يتحول لبلطجي، يشتم أم الشاب بأبشع الألفاظ ويهينه في كرامته ويقول له يا كافر. طيب يا حاج، هو اللي بيفطر في نهار رمضان غلطته بينه وبين ربنا، لكن انت بسبك وقصفك للمحصنات ضيعت صيامك ودخلت في جريمة قانونية وخطأ ديني. هل بقى شكل المجتمع المتدين هو اننا نشتم بعض بالأم عشان نحافظ على قدسية الشهر؟ الشاب رد بكلمة واحدة لخصت الموضوع: انت مش ظابط عشان تحاسبني. وفعلا قانون العقوبات المصري مفيهوش مادة صريحة بتقول اللي بيفطر يتسجن. ايوه كان في حملات في 2009 و2016 تحت بند الفعل الفاضح عشان الانضباط، لكن ده شغل الشرطة مش شغل المواطن. دار الافتاء نفسها قالت ان المجاهرة خروج عن الذوق العام، بس قالت الحل في النصح بالحكمة. الحكمة يا سادة مش الردح في الشوارع وتوثيق الفضايح بالموبايل. رد فعل الناس على السوشيال ميديا كان غير متوقع للمعتدي. بدل ما بيدعموه الناس هاجموه. التعليقات كانت: هو انت اللي هتحاسبه؟ صيامك ضاع بلسانك. وعي الناس بدأ يتغير وبدأنا نفرق بين النصيحة وبين البلطجة الدينية. الشاب ما طلعش ساكت وراح عمل محضر رسمي في اسم الويلي، وقرر ان القانون هو اللي يرجع حق امه اللي اتهانت في الشارع. في النهاية الصيام اختبار ليك انت في صبرك واخلاقك، مش اختبار ليك في قدرتك على اهانة الناس. لو شفت حد بيفطر ادعيله بالهداية او ابعد عينك عنه، لكن ما تعملش فيها ضابط اخلاق وانت لسانك محتاج ضبط زوايا. سؤالنا ليكم: هل المجاهرة بالافطار تستحق كل الهجوم ده، ولا الحرية الشخصية خط احمر؟